نضفي من جوه قبل ما تنضفي من بره. فيديو جديد من حياة مش مثالية. الوقت ده من السنة بداية حلوة قوي ان انا ابدأ على نظيف كده، ابدأ اروق وانضف واظبط. وحلوة قوي ان انا ابدأ اغير العادات اللي مضايقاني وابدأ شوية اضيف سيلف كير لنفسي، اهتم بنفسي شوية. ان اهم خطوة هتعمليها هو انك تنضفي من جوه. امسكي ورقة وقلم، اول خطوة في الحياة في كل حاجة امسكي الورقة والقلم وابدأي طلعي كل حاجة جواكي، طلعي افكارك، طلعي مشاعرك، طلعي رغباتك. اكتبي مسجز لنفسك، حاولي تعرفي انت عايزه تكوني ايه الفيرجن المثالي بالنسبه لك، وايه الحاجه اللي انت عايزه توصلي لها. اكتبي، طلعي كل حاجه بدون ترتيب. ده هيساعدك بجد انك تبداي تعرفي نفسك اكتر وتفهمي نفسك اكتر. ومن احلى الخطوات اللي ممكن تعمليها انك تعملي كورنر. الكورنر ده هو مخصص لكده، بس الكورنر ده عشانك انت، عشان تهتمي بنفسك بمشاعرك وافكارك. كورنر يبقى فيه مفضلاتك، فيه الريحه اللي بتحبيها، فيه كتاب نفسك تقريه بقالك زمان. كل يوم حاولي يبقى روتينك انك هتروحي المكان ده عشان تختلي بنفسك. غير انه هيساعدك انك تطلعي كلام احلى، كمان هتحسي احساس حلو ان ليكي جزء في اليوم بتاعك انتي بس. وهتبقى دي بداية لطيفة قوي للسلف كير.